لقت كيفها ومزاجها في شوارع أمريكا وسط الدولارات اللي بيجي أمريكا، ومحدش كان فاهم إيه سر جنانها الفترة الأخيرة ومروحها كل وقت والتاني على نيويورك. السر بقى ورا كل الحاجات دي هو الكيف. منى شلبي لقت كيفها ومزاجها في شوارع أمريكا وسط الدولارات اللي بيجيبولها الماريجونا لحد عندها. منى حرفيا ما بقتش عارفة تركز ولا تعمل حاجة في حياتها غير لما تدخن الماريجونا وتشرب معاه كوباية هوت شوكليت عشان تعلي. منى شلبي الفترة الأخيرة كانت بتمشي من مصر وهي مقريفة ومش طايقة نفسها، ترجع من أمريكا عاملة دماغ وآخر روقان، وأول ما الماريجونا تخلص منها تروح مسافرة تاني وتعدل مزاجها. وفي مرة مخرج كلمها عشان بطولة فيلم جديد، بس على حظه كان التموين خلص من عندها، زعقت فيه وقالت له مش همثل تاني ومحدش يكلمني. قال هي اتجننت ولا ايه؟ وراح مكلم صديق مقرب ليها وقال له روح شوف منى شلبي مالها واطمن عليها لان شكلها اتجننت. صديقها راح لها البيت وقالت له ان كل اللي هي فيه ده بسبب ان الماريجونا بقت شحة في امريكا والحكومة مفتحة عينها. نصحها وقال لها طيب وايه اللي يخليكي تجيبي كمية قليلة او تعملي دماغ هناك؟ المرة الجاية لما تروحي هاتي كمية واضربي منها هنا براحتك ومحدش ليه عندك حاجة عشان تفضلي على طول معلية مزاجك وطايرة في السما. منى اتبسطت بكلامه وقالت له برافو عليك، انا هجمد قلبي واجيب كمية وانا راجعة مصر. منى حزمت شنطتها ولفت سيجارة حشيش وطلعت على حواري أمريكا تقضي مصلحتها، لكن ما كانتش تعرف إنها هتقع في شر أعمالها وإن نصيحة صاحبها كانت فخ معمول لها من ممثلة بتكرهها ونفسها تقضي عليها. منى كلمت صاحبها وقالت له أنا راجعة مصر ومعايا 1.5 كيلو ماريجونا. قال لها توصلي بالسلامة وخلي بالك من نفسك، وراح متصل بشرطة المطار وبلغ عنها، وفعلا لقوا الكمية اللي قال لهم عليها. منى شلبي انهارت أول ما اتمسكت متلبسة بالمخدرات، والكمية اللي اتمسكت بيها كمية إتجار مش تعاطي، حتى لو كانت خرمانة قوي كده، بس 1.5 كيلو كتير قوي. فضلت تقول الحاجة دي مش بتاعتي، أنا مظلومة وشنطي اتلخبطت، وفعلا الشرطة كانت هتصدقها، لكن اتعمل لها تحليل مخدرات ونتيجة التحليل تجيب لها تأبيدة. منى شلبي حاليا مقبوضة عليها وبيتحقق معاها، والقضية مش هتكون سهلة بسبب الكمية الكبيرة اللي كانت معاها. ربنا يفك سجنها عشان ترجع لبيتها وفنها ومزاجها.